سايبين ان انا اركب يعني. طبعا دلوقتي احنا خارجين، معانا قدام استاذ أدول، ومعانا هنا الثلاثي المرح همت، ومعانا قدام الشاب الوسيم دوت الماس. طبعا هو عازمنا النهارده. طبعا العزومه دي انا مأجلاها بقالي مده طويله، بس بقى من الالحاح وكده قلت طب خلاص تمام، ناخد الخطوه ونشوف الحياه فيها ايه. أدول هعرفكم بقى عليه الاول. الماس ايوه توراي يسب عنده 20 سنه.เรียนที่ไหนคะมอเอเชียคเนครับคณะอะไรวิศวะไฟฟ้าครับما شاء الله. عنده 20 سنه وبيدرس كليه هندسه مدنيه سنه اولى. الماس ทำงานใช่ไหมใช่ครับที่ไหนทำอยู่บริษัทตัวเองครับبيدرس وبيشتغل في نفس الوقت. هو بيدرس بيشتغل في الشغل مع اخوه عنده شركة وهو بيساعد معاه في اعمال اخوه، يعني شغال وبيدرس في نفس الوقت. بس ما اقدرش اقول لكم حاجة تانية اكتر من كده، كفاية كده حتة صغنططة كده، وبعدين ان شاء الله اتكلم في الموضوع دوت بشكل تفصيلي اكتر من كده. كل اللي انا هقدر اقوله لكم ان هو معرفة مع زوجي، مش أقارب مع زوجي، لكن هو معرفة مع زوجي، معارف يعني أهله معارف مع زوجي. والدته توفت من مدة قصيرة جدا. الحاجة الغريبة أنا ما كانش لي علاقة بوالدته، غير إن إحنا كنا ممكن نلتقي في مثلا في ندوة لزوجي، حاجات زي كده، فسلام وخلاص. الحاجة الغريبة إن هي لما جت تتوفى طلبت ان هي تشوف بسمله وتشوفني انا كمان. بس ده اللي انا اقدر اقوله لكم، وان شاء الله بشكل تفصيلي بعد كده هقول لكم كانت طلبانه ليه وقالت لنا ايه. طبعا هي توفت من ممكن كام شهر، يعني لسه قريب، بس هو ده اللي انا اقدر اقوله لكم دلوقتي. اوكي ماشي. طب انت خليكي انا ماشي يا حبيبي. تعالوا بقى افرجكم على بعض الحاجات هنا. احنا سايبين أدول وبسملة مع الماس ومعاهم ناس تانية، والولاد رايحين يدخلوا الحمام. طبعا احنا اكلنا وهوريكم جابوا لي ايه، بس حاجة انا مش فرحت بيها بصراحة. طبعا الماس عشان عارف ان انا بحب القطط. بصوا يا جماعه جاب لي ايه، جاب لي قطه جوه ايه. بس انا عندي قطط كتير، هو عارف ان انا بحب القطط فجاب لي هديه قطه. الله بصوا حلوه قوي. بسمله برضو عندها موهبه الرسم، فنانه بصراحه، بس بسمله واخداها هوايه مش دراسه. تعالوا نشوف هنا الحاجات. انا قلت اعمل جولة في المكان وافرجكم على المكان اللي احنا فيه. هنا الحاجات، المكان هنا خاص بالاسماك واحواض السمك. المدور ده حلو قوي جميل. شفتوش قبل كده؟ نيمو معايا دوري نيمو مع دورة. دي اللي بتتحرك دي حقيقية؟ ايوه شعب صح؟ حقيقية. الله شكلها حلو قوي. ايش يعني؟ بكالانج تقريبا لانها بتتحرك. بكالانج فيها حياة كمان. بصوا دي سبحان الله شكلها حلو قوي والالوان تحفة. بصوا ده اللون بتاعه جميل قوي، وده كمان ده على الرايق قوي.
أدول أخد بسملة وراحوا عند نينج، راحوا يجيبوها من الشغل بتاعها، هي موجودة في شغلها، فهيعدوا عليها يجيبوها بعدين يروحوا على البيت. اما انا واتقان مبشر ما ينفعش، لان طبعا زي ما انتم عارفين معانا قطة، ف لازم نروح على البيت. حلو قوي، هخلي بسملة ترسمها يا جماعة، خليكم فاكرين الشكل ده، شكلها جميلة او معبرة قوي. الحاجات دي كانت طالعة موضة قوي في تايلاند في وقت معين، كنت انا بقى جالي جنان بيها، وكنت بفضل اجيب منها جميع الاشكال لان انا بحب اللون ده. بص القرد القمر ده، بص شكله، استنى هنا، ولا اوعى سلاسي. بصوا شكله قمر احنا واقفين طالبين عربيه بالابليكيشن. هتقولي طب ليه الماس ما وصلكوش زي ما جابكم؟ هو انا اخترت ان هو يوصل ادول، لان مشوار ادول احنا من هنا نقدر نركب لعندنا سهوله قوي، لكن مشوار ادول كبير، فاحنا اخترنا ان هو يوصل ادول. وبسملة طبعا راحت معاهم يوصلهم للشغل بتاع مرات ابني، وبعد كده هيوصلهم للبيت. فاهمين قصدي؟ يعني لفه طويله، هيجيبهم وهيجيب مرات ابني معاهم ويوصلهم عندنا للبيت، لكن احنا هنركب من هنا للبيت عشان طبعا معانا قطه صغنونه، عشان بس ما تتمرمطش معانا في الطريق، فاحنا هنروح احسن. نروح الطريق العمومي احسن. نطلع لبره. مش انتوا كنت خلاص كان لقط معاكم كنسل عشان الطريق واقف. دي الوان التكاسي في تايلاند يا جماعه، بيبقى لونها كده الاصفر مع الاخضر على حسب المحافظه اللي هي جايه منها. كل دي الوان تكاسي، كل دي تكاسي رسميه هنا في تايلاند، ده طبعا غير الابليكيشن. كل دي الوان التكاسي هنا في تايلاند.